لو انت بادئ في التعبئه والتغليف وهتشتغل في 10 منتجات فصدقني انت مش هتنجح في ولا منتج فيهم. ليه؟ هقول لك ليه. في استشاره جات لنا على جروب رواد الصناعه جمله اكسبريس من واحد صاحب مصنع تعبئه وتغليف بادئ شغله، يقول والله يا جماعه انا مش عارف اوصل لافضل سعر، ومش عارف اجيب اكياس مطبوعه على الاسم او اكياس مطبوعه باسمي لان اسعارها عاليه جدا، ومش عارف اوصل لتجار جمله جداد، ومش عارف ازود الانتاج بتاعي لان شغال يدوي. كل المشاكل دي مشاكل اساسيه في البدايه، تمام؟ ولكن عشان تقدر تتحرك منها او تقدر تخرج انت من الموضوع ده ما يحصلكش المشاكل دي، لازم تعمل تقسيم مظبوط لراس المال بتاعك. ازاي؟ معاك 100,000، ال 100,000 دول 40% منهم هيروح للبضاعه، المنتج نفسه، اشتري الخامه اللي انا هعبيها. ال 20% اروح اجيب بهم اكياس لتعبئه الخامه دي مطبوعه باسمي وعليها الاسم واللوجو والكلام ده كله، يكون شكلها كويس وكيس نظيف وشكله شيك، تمام؟ 10% هصرفهم على التسويق، اعلانات مموله، فيسبوك، واتساب، تليجرام، تيك توك، جمله اكسبريس، ايا ما كان الطريقه اللي هتبيع فيها منتجاتك، بس لازم تبقى عامل حسابك ان في 10% من راس المال للاعلانات المموله او للتسويق عامه، تمام؟ بعد كده هيفضل معاك 30% من راس المال، ده هعينه. 30% دول هتعانوا، دول اجور عمال، صيانه المكنه، حصل مشكله في المكنه صيانه، عايز اوصل منتجاتي لمكان بعيد شويه فاجره النقل او كده، تمام؟ مرتبات وايجارات وكلام من ده كله، ففي 30% متعانين في جنب، فده راس مالي متقسم 40% منتج، 20% تغليف، 10% تسويق، 30% احتياطي نقدي موجود معايا في قلب خزنه الشركه بتاعتي. بالطريقه دي حضرتك تقدر تتوسع في البيزنس بتاعك او تقدر تقسم البيزنس بتاعك بشكل مظبوط. في الفيديو الجاي ان شاء الله هتكلم ازاي تقدر تكبر في منتج واحد. سلام.